الثلاثي الاهلي امبارح زميلتنا العزيزه ريهام حمدي في فقره معلوماتي قالت لك انه في 3 لعيبه، وهي معلومه صحيحه وبنسبه 100% يعني، قالت لك انه في 3 لعيبه في الاهلي عقودهم هتنتهي مع نهايه الموسم، اللي هم الشحات ورامي ربيعه وياسر ابراهيم. خليني اكمل على شغل زميلتي ريهام في الجزئيه ديت واقول لك انه الاهلي يفكر وبقوه في تجديد تعاقد الثلاثي في ظل الحاجه الماسه لوجود كل لعيب من العناصر ديت. ال3 عندهم اسماء كويسه، ال3 عندهم رصيد كبير، الشحات وربيعه وياسر ابراهيم، وقد يكون تاخر فتح ملف التجديد هكذا كما لدي من معلومه هو ضيق الوقت وارتباط الفريق بافتتاح مشوار افريقيا بجانب التحضير لماتش السوبر المحلي. التفاصيل كلها دخلت في بعضيها، وبعدين مجيء كولر وتوفير كل الطلبات لكولر من قبله ومن ثم الفريق دلوقتي في الحاله اللي هي فيها. فقال لك اللعيبه اللي موجوده كلها ال3 هم ال3 سيجدد تعاقدهم بناء على الرغبه في استمرارهم مع الفريق. بص يا باشا، انا اللي هيقولوا عمي كولر انا هعتمده، يقول لك يقعد لو قال معلول والشناوي يمشوا ما عنديش مشكله. يا دنيا ميلي كمان ميلي، كولر اخويا مش زميلي. هبوط مستوى لعيبه بسبب التفكير، متشتته اللعيبه، متشتته في حاجات كتيره جدا. في تجديد عقدهم يا كابتن، زي ما قلت احنا كنا بنتكلم جوه، حضرتك قلت لي زي امام راجل عايز يزود عقده، لعب عمل موسم كويس وعايز يزود عقده. طب انت ليه ما تزودنيش؟ ليه تخليني اتشتت واروح اعمل مشاكل واروح الون شعري واعمل وانا اساسا عايز امشي شمال؟ يعني انت فاهم؟ لا ما انا اسف معلش يا كابتن حسن، ما انا برضو حتى لو انا ما جددتلكش ممكن يبقى ظروف النادي، ممكن يبقى ترتيبتي. طب اشمعنى ركز زيزو؟ طب اشمعنى زيزو؟ ما هو يعني انا بتكلم مع الكابتن كابتن حسن خش بقى كابتن عبد الجليل. اصل في معلش انت ما تعرفش الكواليس من جوه عامله ازاي. على فكره هو امام عاشور عقده دوت الدبلر، يعني خد عقد قبل كده قريب، بس هو شاف انه بعد ما زيزو جدد ان انا كمان ازيد اكتر، فما بالراحه. اوكي يعني مش بالراحه بس الموضوع ده في العالم كله لما انت بتبقى كويس انا بزود لك من غير ما تعرف، لما بتبقى وحش ومثل بكريستيانو لا هتنزل مرتبك وهتبقى اقل من غير ما يقول له. اذا اللعيب بمستواه. مش عايزين بقى نقعد نفتي بقى يا جماعه، تعبنا من الفتي بقى، صحتنا بقى يا جدعان. بكعبه العالم كله ما ينساوش، وخد الميداليه خد الكره الذهبيه على العالم كله. الكره الذهبيه مش في افريقيا، على يعني خد الكره الذهبيه على احسن لاعب في العالم. الكره الذهبيه كانت فرنسا فوتبول بتعمل كره ذهبيه لافريقيا وكره ذهبيه لاوروبا. ساعتها رابح ماجر كان بيلعب في اوروبا خد الكره الذهبيه. فالاختيار مش لازم نحكم عليه دلوقتي، نستنى لما نشوف. وان كان المستويات كلها يا جماعه واحده، يعني المستويات كلها متقاربه، مفيش تحس ان احمد زي الحاج احمد، مفيش حد فارق. حتى لما بيجي ابو صلاح بيخش في البوتقه، ما بنحسش ان ابو صلاح يعني جرر الفرقه، لان كلهم بيبقوا مع بعض على المستوى واحد. بعكس لما بنشوف صلاح، لان هناك بيلعب صلاح مع مجموعه بقى فهماه وحافظاه بتحطها له، وبيلعب هو يخش راس حربه يخرج فيرمينو على الطرف، يخش فيرمينو راس حربه صلاح يخرج على الطرف. فاهمين بعض وفاهمين بيعملوا ايه. انما هنا المستويات واحد والدماغ قريبه من بعض. فالاختيارات انا مش هقدر يعني اتكلم فيها، ولا اقدر يبقى عندي اي تعليق على اختيارات فيتوريا الا لما اتفرج واشوفه في النهايه. دي للتجربه، ما يمكن هو في ناس شايف ناس هياخدها مستواها في الدوري هيجبره انه ياخدها، بس خدوا بالكم. بص يا باشا، انا مش هعتمد اي حاجه من اخويا فيتوريا غير بعد يوم 18 قدام بلجيكا الساعه 5 بتوقيت القاهره. شوف بس يروح معاه سكيبه يعد فيها اللي ايه ده الشناوي اللي هيقف. لا خلاص يا جماعه، هنكسب ان شاء الله.